قال لي شهر الوطني واش باقي عندي الوقت فين نراجع؟ باقي عندك الوقت فين تراجع، ولكن الدروس كثار ولكن ما فاهم والو. ولكن دابا انا ما كنتش تراجع، ما فاهمش الدروس، وبقى لي شهر الوطني. يعني اصلا انا دابا خاص شنو هي احسن حركه اللي ممكن ندير وتقدر تربحني؟ واش نبقى جالس نبكي على عباد الله وما بقى لي والو؟ الوطني هي احسن حركه؟ لا. واش نبقى تلوم في راسي تفوكوني راجع تكون هي درت تكون دابا انايا فاهم هي احسن حركه؟ لا. واش ننسى عليا كاع انا القرايه ونخرج من هذا الفيديو ونمشي نبقى نتسركل في انستغرام هي احسن حركه؟ لا. انا دابا خاسر اشنو هي احسن حركه اللي ممكن ندير باش ندارك ونقدر نربح؟ شنو هي احسن حركه اللي نقدر ندير باش نجيب النقطه اللي بغيت باش نفرح ونفرح والديا؟ حيت هي الا جلستي مع راسك وفكرتي مزيان غادي تقول فعلا انا شقيتها مزيان، ولكن واخا شقيتها مزيان باقي كاين عندي احسن حركه ممكن ندير باش ننجح واخيب حركه ممكن ندير باش ننجح. وانا دابا غادي نختار، يا اما نختار احسن حركه يا اما اخيب حركه. اخيب حركه ممكن ندير شفناهم، واحسن حركه ممكن ندير هي نقلب على احسن طريقه ديال المراجعه وحنا جايين ليها. احسن حركه ممكن ندير هي نبزز على راسي، هي نستغل ما امكن من الوقت اللي باقي عندي. احسن حركه ممكن ندير هي نقاد بروغرام ديال المراجعات ديال كل نهار ونفيق كل نهار وانا عارف بلي راه عندي واحد المسؤوليه تبعاني وانا قد هذيك المسؤوليه وغادي ندير هذاك الشيء اللي خاصني ندير. كي كنت فرحان كي كان فيا كي ما كانش فيا. حيت الا اليوم جلستي مع راسك وقلتي شنو هي احسن حركه ممكن ندير باش نقدر ننجح في الباك هي نراجع، وفعلا جلستي تراجع. غدا جلستي مع راسك وفكرتي شنو هي احسن حركه ممكن ندير اليوم باش نقدر نشد الباك هي نراجع، وجلستي تراجع. وبعد غدا فكرتي في نفس الشيء ودرتي نفس الشيء. تبقى احسن من انك ما دير والو وتبقى هي تضيع في الوقت. شتي والو يبقاو لك يومين. شنو هي احسن حركه ممكن دير؟ هي تهز كتابك وتبدا تتراجع. ما حدك تدير احسن حركه ممكن دير. ما حد الفرصه في انك تعتق راسك وتنجح تزيد. وعاوتاني راه ما حدك تتعطل، ما حدك تتبعد على النجاح، ما حدك تتعطل، ما حد ان الفرصه في انك يجيوك الدروس اللي راجعتي في النهار ديال الوطني تتقلال، وما حدك تتبدا دابا. ما حد الفرصه ديال تحطوا لك الدروس اللي راجعتي تتزاد. وطرات ليا شخصيا فاش كنت في الباك انا راه ما بديت حتى بقات ليا شي 20 يوم، ومعظم الدروس اللي راجع معظم الوطنيات اللي خدمت عليهم لقيتهم في النهار فاش بغيت ندوز. عرفتي راه كنت اكلخ واحد على وجه البسيط، ماشي اكلخ واحد ولكن المهم فاش كان باقي ليا شهر الوطني ما كنت فاهم والو. باش جلست للارض لهداك الشيء شحال لقيت 15 39 في الوطني. انا براسي ما عمرني في حياتي حلمت نجيب هذيك النقطه. كنت نتمنى هي شي 12 في الوطني. عرفتي راه بتفرحني. يعني انا دابا فاش بغيت نشوف راسي واش ناجح في الوطني حليت الموقع طبيعه الحال طبلوكا شحال من مره تنجيرها تلقى 13 87 بقى ليا والو 14. اواه انا جايب 9 في الجهوي تقريبا بتكون شي 14 في القسم. شحال اخا انا جايب كاع هذا الوطني. فاذا فاش تندخل الموقع الاخر اللي فيه هذاك الشيء بالتفصيل تلقى 15 39 15 في العربيه 15 في الاجتماعيه 14 ونص في الفلسفه 16 75 في الانجلي. واش انا جايب هاد النقط؟ انا راه تنقول لك كنت بيت هي شي 12 في الوطني، ماشي كنت بغيت كنت نتمنى شي 12 في الوطني، ولكن حد درت مجهود وفضل الله سبحانه وتعالى. حيت الله سبحانه وتعالى في هذاك الاخر هو اللي يسر لي الكانه باش اصلا نراجع، هو اللي يسر لي المنهجيات، هو اللي يسر لي الفيديوهات اللي قدرت نستافد منهم بزاف، هو اللي يسر لي هذوك الدروس اللي نراجع وما اللي نلقى في الوطني. وما بكم من نعمه فمن الله. عقل على هذه مزيان، وهذه نقطه مهمه بزاف. استعين بالله. الله سبحانه وتعالى اللي غادي يسر لك الدروس باش تفهموا، الله سبحانه وتعالى اللي غادي يسر لك الاساتذه، الله سبحانه وتعالى اللي غادي يسر لك الفيديوهات اللي غادي تفهم منهم مزيان، الله سبحانه وتعالى اللي غادي يحل لك عقلك، الله سبحانه وتعالى اللي غادي يسر لك اصلا باش تجلس وتراجع. حتى راه الا اصلا انت جلستي تراجع واحد اخر راه ما تيسرليش باش يجلس، واحد اخر ما عندوش اصلا الوقت باش يجلس. يعني ما عمرك ما تقول انا، ولكن كل شيء بالتوفيق تاع الله سبحانه وتعالى. خلاها خبيب. الحمد لله God gave me everything. الحمد لله. وباش نكملوا هذه النقطه دعي الله سبحانه وتعالى. ما فيها حتى شي عيب باش تدعي الله سبحانه وتعالى باش ينجحك في الباك، ما فيها حتى شي عيب باش تدعي الله سبحانه وتعالى باش يسر لك الدروس، ما فيها حتى شي عيب باش تدعي الله سبحانه وتعالى باش يسر لك تفهم الدروس. دعي بها صغيره ولا كبيره، اهم حاجه تكون موقن بالاجابه. شفت واحد الفيديو ديال الشيخ سعيد الكاملي جزاه الله خيرا في واحد الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسال احدكم ربه حاجته كلها حتى يسال الشي سعان عليه اذا انقطع. يعني السيور الا تقطعوا لك حتى هما تدعي الله سبحانه وتعالى باش يسرهم لك. دعي الله سبحانه وتعالى ان شاء الله باذنه وقوته غادي يستجيب لك. وإلا جاتك هذيك الفرصه باش تبدا تصلي الا ما كنتيش تتصلي بدا تصلي، حيت كاينين شي اشكال تيشوفوا شي واحد عنده الباك بدا تيصلي تيبداو تيقولوا ليه ولا عليه وهذاك تا عنده الباك عاد بدا تيصلي. اول حاجه هي انت ما عرفتيش النيه ديال هذاك الشخص، ثاني حاجه شكون اللي قال لك هذاك الشخص باللي راه الا بدا في هذيك الوقيته ما غادي يحبسها تيتم الامانه امانته. شتي راسك الا قال لك وانت ما بغيتي تبدا الصلاح حتى عندك الباك ما تصنتش ليه، بدا الصلاه ودير في النيه ديالك انك ان شاء الله غادي تشدها الى الابد وما عمرك ما غادي تقطعها. حيت راه الا ما رجعتيش لله سبحانه وتعالى في الوقت ديال الشده انت بغيتي ترجع، الا ما رجعتيش في هذيك الوقيته اللي انت محتاجه امتى غادي ترجع ليه؟ يقول لي وجاوبي. اذا انت شوفها فرصه. الا جاتك هذه الفكره ديال الصلاه وهي دابا جاتك حتى لبنيتك في هذا الفيديو، الا ما كنتيش كتصلي بدا الصلاه، ما فيها حتى شي عيب تبدا الصلاه دابا. خاص تكون عندك النيه ديال انك غادي تشدها وما باقيش غادي تقطعها. ان شاء الله الله سبحانه وتعالى غادي يسر لك لا في الصلاه لا في الامتحان. والخلاصه ديال هذا الفيديو الباك
الفك راه ساهل، خاصك دير واحد شويه ديال المجهود، استعن بالله سبحانه وتعالى، جلس لشغلك، قال لك اصلا هي شهر، ضحي بالمتعه ديال هذا الشهر وغادي تلاحظ هذاك الشيء شحال ساهل فاش غادي تجلس ليه، تقول ناري هذا الشيء انا ما كنتش نفهم، والله الا ما كنتش عاطيه الوقت. وفاش غادي دير ان شاء الله المجهود، وفاش غادي تزير راسك انت براسك غادي تفاجئ، ماشي بانك تتفهم هذاك الشيء ولكن حتى بالنقطه اللي غادي تجيب. وانا تنقول لك تنتمنى هي 12 حتى لقيت 15. هذه هي ديال وانت تشاء من البشائر قطره ويشاء ربك ان يغيثك بالمطر وتشاء انت من الاماني نجمه ويشاء ربك ان يناولك القمر. الا كانت هذه اول مره كتشوف الفيديوهات ديالي، فراه هذا الشهر كله ان شاء الله خدام مع الناس ديال الباك الفلسفه، مزوئات السياسه، مزوئات الوضع البشري، واهم حاجه المنهجيات. كل 3 ايام 4 ايام كنحط فيديو، دخل ضرب تسركيله في القناه ان شاء الله راه غادي تستافد. بارطاج الفيديو مع صحابك اللي عرفتيهم محتاجين بحال هذا الفيديو ومحتاجين يفهموا الفلسفه. الزر ديال الاشتراك والزر ديال اللايك راه كاين في التحت الا بغيتي. كان معكم محمد المصراوي والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.